المدرسة، وبنعرف ان جوج عرض الكرة دي في المعرض على انها مشروعه، والفريق بيبدأ يحدد موقع جوج عشان يروحوله. بعدها ديف بيقول لجينا انه هيمشي. بعدها بنشوف شرطة نيويورك عارفين ان في جسم اخترق الغلاف الجوي ونزل في الولاية، والظابط دولي والمساعد بتاعه هما المسؤولين عن التحقيق في الموضوع ده. بعدها بيوصلوا لمكان الهبوط، وبعد الفحوصات بيقدروا يوصلوا لشكل وشه. بعدها بينزل قرار القبض على اي حد ملامحه شبه الشكل اللي لقوه، وديف بيكون ماشي في الشارع وفي فضائي من اللي جواه بيتعصب بسبب ان البشر ما بيحترموش نظام المرور، وساعتها الكابتن بيطلب من الدكتور بتاع الروبوت انه يركز مع الفضائي رقم 2 عشان عصبيته دي ما تخلوش يتهور ويكشفنا. بعدها ديف بيكون ماشي في حديقة، والاطفال بيجروا عليه عشان فاكرينه بتاع الايس كريم بسبب لبسه، فبيروح لمحل لبس عشان يجيب لبس جديد بس ما بيكونش معاه فلوس، فبيتصرف وبينسخ الفلوس ويطبعها وبيشتري اللبس. بعدها ديف بيوصل لمدرسة جوش، بس المدير بيفتكره مدرس احتياطي وبيبعته للفصل.